ما حد يتكلم عليهم، وناس مواطنين ليبيين حقهم. لكن عندما تاتي لمكان، طب نسالك سؤال يعني، لما احتلت اسرائيل الجولان، هل الجولان جزء من الارض الموعوده؟ يا سيدي أنت تتكلم عن الجيش الإسرائيلي، أنا مواطن وأنت كاتب. أنا عايزك تكلمني بصيغة المواطن مش بصيغة الجيش. توصل رأيك للشعب، أنا ما قلتلكش وصل رأيك للجيش. لماذا لا تفرقون ليه بين رفضت تتعامل الممارسات معي؟ الحكومية وبين الشعب؟ لا ما بعرف يعني، مش عارف يعني انتوا أليس يعني المواطن الإسرائيلي إنسان بصي انا ما مخترق؟ بحبش الموضوع اللي بدايته كذبه، بيزعجني القصه. نحن نعتذر على قيل لي الكذبة، ان هذه قناه فرنسيه. لم نقصد لا أن لا لا يحدث لا هذا. يعني ومع انا ذلك كذب علي. إذا كنت تريد أن تبدأ الحوار من أوله وأنت لا مش تعلم حابة حاجه أنها ولا فرق معايا انا القصه، لكن طبعا لماذا؟ ما يعجبنيش الموضوع يعني. الموضوع انا مستفز من القصه. يعني انتوا يعني استضفتوني وانا شرفني طبعا، ولو قالوا لي من الاول ان في قناه اسرائيليه كنت انا احضرها، لو حضرتها هحضرها بارادتي، لكن الان انا حاضر يعني كاني مختطف، كاني بغفله. قد يكون فريق الأعداد حقا تخوف من أن ترفض أن تأتي. ونرفض، من حقي نرفض ليه؟ يعني وانا يعني انت عشان لقائك حضرتك تروح تخطب واحده تكذب عليها عشان تقول لها يعني انا اتزوجك، تقول لها انا مش متزوج. أنا ما كدبتش عليك أهو. كنا قلت لك أنا نهتم. إسرائيلي قلتها لي يعني بعد والسلام. نص الحوار تقول لي لا كنا انا فقط نهتم بلقائك اختي وسماع كريمه رأيك طبعا ووجهة انا نظرك. لا صعب علي القصه والله. إذا أنت لا تقبل بإذاعة هذه لا الحلقة؟ لا انا بالنسبه لي لا اقبل، اسمحي لي انا يعني اقوم. ماني لماذا؟ قادر نكمل الحوار. إلى هذا الحد تكرهونا؟ مش كراهيه، والله ما كراهيه. اقسم لك انا كل التقدير والاحترام للبشر الموجودين هناك. لكن انا اكره سلوك. انا لما كان تلميذ العنصري في جنوب افريقيا كنت اكره اينان سميث، لكن لما عمل سلام كثير احترمت هذا الرجل. ليه تحدثت عن رابين بطريقه اخلاقيه، قلت ان رابين رجل تاريخي حاول يعمل سلام، صافح ياسر عرفات، هم الاثنين ماتوا الاثنين. حاول يبحث عن مستقبل المنطقه، ينقذ المنطقه من مشكله. يا طب الشعب الفلسطيني يروحوا فين؟ انت تقول اليهود يروحوا والفلسطينيين يروحوا فين؟ مش من حقهم ان يكون للفلسطيني جواز سفر، انه يتنقل به زي ادمي زي اي انسان اخر، مش من حقه انه يخلف أكيد من حقه. بدل الطيارات تضرب والقوه مستخدمين القوه التكنولوجيه. أكيد من حقه. اليس كذلك؟ ومش من حق برضه ان الاسرائيلي يبقى كده. من حقه مش من طبعا. حقه يمشي في اي بلد. من حقك نبقى طبعا. اصحاب ونبقى يا حبيبي ونبقى. يا حبيبي من حقك، ما حدش يقول مش من حقك. انت رافض دلوقتي اهو. انا رافض عشان لان الطريقه مش حلوه. والله انا اعتذر لك. لا انت اعتذرت لي بعد ما انت يعني عارف زي اللي قلت لك انا زي الزوج المخدوع. نعيد الحوار تاني. ما هو لا. الحل بالنسبة لك؟ لا الحل انا هقول لك الحل.